امتى نبدأ نقلق من الإجهاد الحراري؟ لو الطفل نشاطه وحش، بدأ ما بياكلش خالص، همدان ونايم، موده مش كويس، ما بيستجيبش لخوافض الحرارة، طبعا كده احنا في مرحلة من مراحل الخطورة ولازم توجه للطبيب فورا. لما ابنك يكون مرهق وحرارته عالية بسبب الجو، تتصرف ازاي؟ دايما بنقول انه في 4 حاجات ممكن نعملهم للطفل بعيدا عن خفض الحرارة. تهوية المكان الجيدة على المروحة والتكييف بتساعد على تقليل اعراض الحراره والاجهاد الحراري. شرب السوائل بشكل كتير. فكره ان الطفل يكون سخن نلبسه كتير ده غلط جدا، يلبس اقل ملابس ممكنه. فاذا شرب السوائل، الكمادات والحموم، تهويه المكان، الحاجات المهمه اللي بتقلل اعراض الاجهاد الحراري.